اهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من اسئله الاتش ار. ولو حضرتك ما شفتش الجزء الاولاني يبقى حضرتك محتاج تشترك في القناه وتفعل الجرس، تعمل لايك على الفيديوهات عشان يوصل لحضرتك كل الفيديوهات الخاصه بكورس ذا 90 days in the life of medical. وبفكر حضرتك ان الكورس كل هدفه ان هو يمسك ايد حضرتك من اول الانترفيو، وبيساعد حضرتك ان انت تعرف ايه الاجابه الانسب لكل الاسئله لغايه ما تبقى اكسبتد وتبدا في الشركه. وبنستمر مع حضرتك اول 90 يوم شغل عشان تبقى بروفيشنال ميديكال ريب. كل الشركات شايفه نجاحك وكل الشركات بتتصارع عشان حضرتك تبقى معاها. نبدا السؤال الرابع. السؤال الرابع هيقول لحضرتك احكي لي على موقف يوضح ان حضرتك حد مسؤول وحد عندك صفه القياديه اللي ممكن يعتمد عليك في موقف معين. فدي حاجة المفروض حضرتك بتشوفها في الحياة، بتشوفها في الدراسة، حاجة خاصة بيك، حاجة واقعية حصلت فعلا. بس أنا هضرب لك مثل لبعض الناس، مثلا بتتكلم على مشروع التخرج، اللي هو مثلا مشروع التخرج كان في حد مسؤول عنه، واحد زميل لينا، بس حصل ظرف عنده فبدأ يعتذر عن المشروع قبل تسليم المشروع بأسبوع. فزمايلي رشحوني أنا اللي بقى مسؤول عن المشروع. فبدات الحمد لله ابدا، خدت عرفت ازاي اقسم التاسك على زمايلنا كلنا. بدانا نضغطه وبدانا نركزه، وفي ايام ما كناش بننامه عشان نسلمه المشروع في وقته. والحمد لله ربنا وفقنا وسلمنا المشروع في وقته واخدنا امتياز. والحمد لله ده كان حاجه بتوضح ان ممكن واحد لما يتحط في موقف يبقى قد المسؤوليه ويقدر ينجح. فده مثال انت ممكن توصله، او اي موقف انت ممكن تذكره بتوصل له في الاخر ان انت قد المسؤوليه، وممكن تبقى مسؤول عن اي حاجه ممكن تتوكل ليها حتى لو في وقت مفاجئ انت مش محضر. طيب ندخل على السؤال الثاني. هيقول لك انت حضرتك خلاص اكسبتد معانا، وحضرتك بقيت مسؤول عن اريا، بس الاريا ديت التارجت بتاعها 200,000، وهي دايما بتحقق 50% او بتحقق 100,000 بس. حضرتك تعمل هو كده بيقيس قدرتك على الشغل تحت ستريس، بيقيس حضرتك هتقدر تعمل اناليسيس وتشوف الروت كوز بتاعت المشكله ولا لا. وهو دي الحاجات اللي هو عايز يسمعها من حضرتك. يعني ايه؟ يعني هترد عليه كلام يا دكتور انا طبعا لازم اول حاجه اللي انا ابدا افكر في ازاي احل المشكله دي بدون قلق، بدون اللي انا نبقى عندي عصبيه او قلقان. لان اي ستريس انا احس بيه واي عصبيه ممكن تخلي لي اخد قرارات مش سليمه. رقم اتنين، لازم اعمل اناليسيس للاريا، لازم اشوف الروت كوز للمشكله واشوف ايه الاسباب الرئيسيه اللي خليه الاريا تعمل 50% بس بيع من التارجت المطلوب ليها. وابدا اعمل اناليسيس اشوف ايه الدكاتره اللي هم بيكتبوا لنا وبيكتبوا لنا بريت ممكن يزيد ولا لا، وايه الدكاتره اللي ما بتكتبش وما بتكتبش ليه. هل في سبب اللي هو الميديكال ريب نفسه ما كانش بيقول كول قويه فمش موضح البينفيت بتاعت البرودكت، ولا الميديكال ريب ما كانش بيعمل فولو اب قويه للدكاتره ديت فعشان كده ما بقتش تكتب له، ولا الدكاتره دي كانت طالبه طلبات معينه او كان ليها ريكوست معين واحنا ما عملناهاش فعشان كده واخده موقف مننا. هل الكمبيوتر بالنسبه لنا كان بيقدم مزايا اكتر وبيقدم بينفيت اكتر للدكاتره للبرودكت بتاعه فعشان كده بيكتبوا اكتر مننا، ولا ايه السبب؟ كل ده اسمه اناليسيس الاريا. ابدا اشوف السبب ليه الاريا واقعه على 50% وابدا اخد اكشن. زي ما قلنا نشوف ايه الريكوستات اللي الدكاتره عايزاها وابدا اتحرك فيها. ابدا اعمل اكتيفيتي في الاريا، سواء في العيادات اعمل هيلث داي، سواء في الاي ام اعمل جروب ميتنج وابدا اعمل ار تي دي، وابدا اعرف دكاتره اكتر بالشركه وبالبرودكت عشان ابدا اسمع البرودكت والشركه مع دكاتره اكتر يبداوا يكتبوا لي. فبالتالي اقدر اقرب للتارجت واحقق التارجت. ممكن كمان ما كانش في خلال كوارتر، ممكن يبقى اقل من المده ديت اوصل للتارجت اللي مطلوب مني. فده الرد الانسب للسؤال الثاني. طيب السؤال اسف، واحنا المفروض بنتكلم في السؤال الخامس.
وهتكلم دلوقتي في السؤال السادس، لان احنا اول فيديو اتكلمنا على اول 3 اسئله، وبنتكلم دلوقتي على ال3 اسئله التانيين. فانا هتكلم دلوقتي على السؤال السادس. السؤال السادس يعتبر عكس السؤال الخامس. ازاي؟ يعني هيقول لحضرتك انت دلوقتي بقيت معانا وبدات تشتغل، وكنت ماسك اريا بتحقق 100%، كانت بتبيع ب 200,000، وجئنا للاسف في نهايه الشهر ان الاريا بايعه 100,000 بس، يعني بايعه 50%. هتعمل ايه في المشكله؟ هنرجع لنفس الكلام اللي احنا قلناه برضو للسؤال اللي قبل كده. يا دكتور، اهم حاجه اللي انا افكر بدون قلق، بدون عصبيه، عشان اخد القرار الصح. لازم اعمل اناليسيس للاريا، ولازم اشوف الروت كوز اللي يخلي الاريا تنزل 50%. ابدا اشوف واطلب من مديري الداتا بتاعت الاريا الشهر اللي فات عشان اقارنها، واشوف بيع الاريا، واشوف العملاء والدكاتره اللي كانت بتكتب لي، واقارنها بالشهر ده، واعرف هل في عملاء ما بقتش تكتب، وهل في عميل واحد كان بيكتب بال 100,000 وما بقاش يكتب، فهو ده السبب في 50% اللي نزلت، ولا هو في كذا عميل ما بقاش يكتب لي، واجمالي البيع بتاع العملاء دي كلها ال 100,000 اللي هي ما بقتش تتكتب معايا او نزلت في البيع معايا. دي حاجه. او ممكن بقى اطلب كمان الداتا بتاعت السنه اللي فاتت، عشان اشوف هل السنه اللي فاتت في نفس الشهر كان البيع نازل 50% مقارنه بالشهر اللي قبله برضه. يبقى معنى كده ان ده طبيعي في البيع، ان في السيزون ده ان البيع بيقل بالطريقه دي. ولا ممكن يكون في حاجه بعيده عني خالص هي السبب في ال 50% اللي حصلت في الاريا دي، ان اصلا في برودكت ناقصه في الشركه، فانا بعمل اوردر وفي الاخر ما بيوصلش، او في مشكله في مناديب البيع، مندوب بيع قدم استقالته الشهر اللي فات، فالشهر ده الاريا من غير مندوب بيع، فانا بعمل اوردرات برضه ما بتوصلش او ما بتوصلش كلها. فبالتالي انا الهدف من السؤال ده اللي هو بيقيس عندك هل انا هعرف اعمل اناليسيس واعرف الاسباب الرئيسيه عشان اعرف احل. ما انا لو ما عرفتش السبب الرئيسي وما عملتش اناليسيس وعرفت ايه السبب، انا مش هعرف احل، ما انا مش عارف السبب اصلا، يبقى احل ايه؟ فده الهدف اللي انا عايز يعني الاجابه الامثل للسؤال ده، اللي انت توصل له فكره اللي انا فاهم يعني ايه اناليسيس، وهعمل اناليسيس عشان اعرف السبب ليه الاريا ما بتحققش وايه الحل. احنا كده خلصنا الاسئله للجزء الثاني للفيديو. نتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تتابعونا عشان تشوفوا الجزء الثالث والاخير، عشان هيبقى الجزء الثالث هنقول لحضراتكم برضو ايه المفاجاه اللي هنقدمها لحضراتكم، هتسهل على حضراتكم الاجابه في اسئله الاتش ار. كل التوفيق لحضراتكم، اقابل حضراتكم ان شاء الله في الجزء الثالث.